جدسپێکە ئالوزیە سووری و دەولەتا تورکیە ڕۆلا هەری خراپ گەشتکردنا ئاگرێ شەر لە سووریە دلیزە ji bo ferskirina rojevên xwe yên taybet bi armanca vegera desthilatê Osmanî û firehkirina wê. Destwerdana Tirkiyeyê li Sûriyê bi dagirkeriya bajarên Bab, Cerablus, Ezaz û piştre hedefgirtina herêmên Efrîn ji bo sîrkirina nasnameya Kurdî bi du operasyonên leşkerî dibin navê Mertalên Firatê û Şiqilên Zeytûnê dest pê kir. Di nehê cotmeha 2019 de dewleta dagirkeriya Tirkiyeyê bi piştgirtiya komên çekdariyê girêdayî wê operasyoneke leşkerî bi navê Kaniya Aşîtiyê li ser herêma Serê Kaniyê û Girê Spî pêk anî. Di vê operasyonê de hemû cûreyên çekên pêşketî û navnetewî de qedexekirî li dijî gelên sivîl kar anîn. Di encama wê de sedan sivîl şehîd û birîndar bûn û bi 10,000 jî ji mal û gund û bajarên xwe koçber bûn. Li Kampê di bajarên Hawirdor de belav bûn. Da ku herêmên vala bikin û gelê resen koçber bikin. Milkên giştî û taybet talan bikin. منذ بداية الأزمة السورية لعبت الدولة التركية الدور الأسوأ في تأجيج نار الحرب في سوريا سعيا لفرض أجنداتها الخاصة ولغايات توسعية لإعادة أمجاد السلطنة العثمانية. لقد بدأ التدخل التركي في سوريا باحتلال مدن الباب، جرابلس، أعزاز، ثم استهدف منطقة عفرين بهدف محو هويتها الكردية بعمليتين عسكريتين تحت مسمى درع الفرات وغصن الزيتون. وفي 9 من الشهر العاشر عام 2019 نفذت دولة الاحتلال التركي وبمساندة الفصائل المسلحة المرتزقة التابعة لها عملية عسكرية اسمتها نبع السلام على مناطق سري كانية رأس العين وجريس بيت الأبيض، مستخدمة فيها مختلف صنوف الأسلحة المتطورة والمحرمة دوليا ضد السكان المدنيين العزل، مما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين ونزوح عشرات الآلاف من بيوتهم ومدنهم وقراهم وتشردهم في المخيمات والمدن المجاورة لتفريغ المنطقة وتهجير سكانها الأصليين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وإحداث التغيير الديموغرافي والتغيير في التركيبة السكانية للمنطقة. بالرغم من توقيع دولة الاحتلال التركي اتفاقيتي وقف إطلاق النار مع كل من روسيا وأمريكا، إلا أنها ما زالت مستمرة بقصف المدن والقرى في شمال وشرق سوريا كتل تمر وعين عيسى وغيرها. أن ما تقوم به الدولة التركية ومرتزقتها في المناطق المحتلة من شمال وشرق سوريا من جرائم وانتهاكات قتل، خطف، تهجير، اغتصاب، نهب للممتلكات وتغييرات ديموغرافية، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الصامت والعاجز أمام المصالح الدولية. أننا في منصة الفعاليات إذ نستذكر كل الشهيدات والشهداء بكل إجلال واحترام، فإننا نستنكر الصمت الدولي أمام ما تقوم به الدولة التركية من جرائم في المنطقة بحق شعوبها وبحق المرأة بشكل خاص. الدول الفاعلة في الشأن السوري والضامنة لوقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم بالضغط على دولة الاحتلال التركي لإنهاء احتلالها للأراضي السورية. وندعو منظمات حقوق الإنسان والتنظيمات النسائية السورية بالتكاتف معا والوقوف في وجه أطماع الدولة التركية وممارساتها اللا إنسانية بحق المرأة في المناطق المحتلة. كما نتوجه إلى جماهير شعبنا وكافة مكونات شمال وشرق سوريا بالدعوة للوقوف صفا واحدا في مواجهة مخططات الدولة التركية وحروبها الخاصة وتكثيف النضال لحماية حالة الأمن والاستقرار والعيش والمشترك والتآخي في شمال وشرق سوريا. هون حدو إيدو لقبال يعنوثو دقبوشو تركويو وقورينان العامو ديلان كويونو دقربيو مدن حد سوريا تكولن بحيلو لقبال حكومة شلطونيثو تركيتو وقروبيه ودليونية شبحو السهدة وسهدوثي بريه حاتو بحسدو الشلطونوثو دقبوشو تركيويو 13 ترلفو تريو عسري مساطقتو شوشوتي مشوتو فوي الزوع وتكروسي دينيشي بقربو مدن حد سوريا. شهيد نامر جن جيان آزادي، جن جيان آزادي.